السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنكمل مع بعض حل تدريبات الدرس الأول في الوحدة الثانية، المعادن ومصادر الطاقة، في كتاب الامتحان صفحة 64. احنا كنا حلينا الجزء الأول. اللي لسه ما شافش حل الجزء الأول هتلاقيه عندك في الوصف تحت أسفل الفيديو. ده الجزء الثاني. هنكمل باقي التدريبات ونحل أسئلة للتميز وامتحان على الدرس الأول. اولا لو انت لسه جديد معانا واول مره تشوفنا، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع اصحابك لكي نستمر. كنا واقفين عند السؤال رقم 5. بما تفسر واحد الاهميه الاقتصاديه للفوسفات في الوطن العربي. ايه هي اهميه الفوسفات؟ هقول له يستخدم في صناعه الاسمده والمبيدات الحشريه ودبغ الجلود والطوب الحراري. يستخدم في صناعه الاسمده والمبيدات الحشرية. يستخدم في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية ودبغ الجلود والطوب الحراري. 2. الأهمية الاقتصادية للبترول في الوطن العربي. يستخدم في إدارة المصانع ووسائل النقل، وتستخرج منه مشتقات مثل السولار والبنزين، وتدخل بعض مشتقاته في العديد من المنتجات مثل الألياف الصناعية والكيماويات، ويعد مصدرا رئيسيا للدخل في العديد من الدول العربية. يبقى يستخدم في إدارة المصانع ووسائل النقل، وتستخرج منه مشتقات مثل السولار والبنزين، وتدخل بعض مشتقاته في العديد من المنتجات مثل الألياف الصناعية والكيماويات، وهو مصدر رئيسي للدخل في العديد من الدول العربية. 3. تزايد الطلب على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في الوطن العربي بسبب تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز ونقله وتزايد الطلب عليه. بسبب تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز ونقله وتزايد الطلب عليه. بسبب تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز ونقله وتزايد الطلب عليه. 6. من النتائج المترتبة على: 1. اختلاف توزيع الثروة المعدنية بين الدول العربية. أدى ذلك إلى حدوث تبادل بين سكان الوطن العربي في هذه الثروات فيزداد تقاربهم وتوحدهم. يبقى حدوث تبادل بين سكان الوطن العربي في هذه الثروات فيزداد تقاربهم وتوحدهم. 2. وجود الأنهار في مصر والسودان والعراق والمغرب بالنسبة للطاقة. ترتب على ذلك إنتاج وتوليد الطاقة الكهرومائية في مصر والسودان والعراق والمغرب، أدى إلى توليد الطاقة الكهرومائية. يبقى أدى إلى توليد الطاقة الكهرومائية. 7. ما رأيك في استثمار الدول العربية لسلاح البترول أثناء حرب أكتوبر 1973؟ هقول له استخدام الدول العربية للبترول كوسيلة للضغط على الدول الكبرى المساندة لإسرائيل في حرب أكتوبر مما ساهم في تحقيق النصر. يبقى رأي جميل، حيث استخدمت الدول العربية البترول كوسيلة للضغط على الدول الكبرى المساندة لإسرائيل في حرب أكتوبر 1973 مما ساهم في تحقيق النصر. 8. ما مقترحاتك لزيادة إنتاج الطاقة في الوطن العربي؟ هقول له زيادة توليد الطاقة من المصادر المتجددة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. زيادة توليد الطاقة من المصادر المتجددة. يبقى زيادة توليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. 9. دلل جغرافيا على صحة كل عبارة مما يأتي. 1. يمكن للثروات المعدنية أن تساهم في زيادة تقارب سكان الوطن العربي. هقول له الدليل حيث يمكن أن يساعد اختلاف توزيع الثروة المعدنية من دولة عربية لأخرى في حدوث تبادل بين سكان الوطن العربي لهذه الثروات فيزداد تقاربهم ووحدتهم. يبقى الدليل اختلاف توزيع الثروة المعدنية من دولة عربية لأخرى يساعد في حدوث تبادل بين سكان الوطن العربي لهذه الثروات فيزداد تقاربهم ووحدتهم. 2. تتشابه الأهمية الصناعية للنحاس والرصاص والزنك. هقول له الدليل حيث يدخل كل منهما في صناعة أسلاك الكهرباء. يدخل كل منهما في صناعة أسلاك الكهرباء. يبقى حيث يدخل كل منهما في صناعة أسلاك الكهرباء. 3. تمتلك المغرب ثروة معدنية كبيرة حيث تعد أولى الدول العربية إنتاجا للمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك، ومن أهم الدول العربية إنتاجا للحديد والفوسفات. يبقى تعد أولى الدول العربية إنتاجا
للمنجنيز والنحاس والزنك والرصاص. ومن أهم الدول العربية إنتاجا للحديد والفوسفات. 10. قارن بين الحديد والفوسفات من حيث الاستخدامات وأهم الدول العربية المنتجة. الحديد يستخدم في صناعة حديد التسليح والسيارات والآلات. حديد التسليح والسيارات والآلات. طب أهم الدول المنتجة: موريتانيا والجزائر ومصر والمغرب. موريتانيا، الجزائر، مصر، المغرب. الفوسفات يستخدم الفوسفات في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية والطوب الحراري ودبغ الجلود. أهم الدول المنتجة: المغرب وتونس والأردن وسوريا ومصر. المغرب، تونس، الأردن، سوريا، مصر. أهم الدول المنتجة للفوسفات: المغرب، تونس، الأردن، سوريا، مصر. 2. المنجنيز والنحاس من حيث أهم الدول العربية المنتجة وأشهر الصناعات القائمة عليها. المنجنيز أهم الدول العربية المنتجة بالترتيب عند المغرب، مصر، الجزائر. المغرب، مصر، الجزائر. طب أشهر الصناعات: عندي صناعة مواد الطلاء والصلب. مواد الطلاء والصلب. أما النحاس، أهم الدول العربية المنتجة للنحاس: المغرب، عمان، الجزائر. المغرب، عمان، الجزائر. طب أشهر الصناعات: أسلاك الكهرباء وأسلاك التليفون. أسلاك الكهرباء والتليفون. يبقى أسلاك الكهرباء والتليفون. 3. البترول والغاز الطبيعي من حيث الأهمية وأهم الدول المنتجة. البترول، أهمية البترول: يستخدم في إدارة المصانع، تستخرج منه مشتقات مثل البنزين والسولار، تدخل بعض مشتقاته في العديد من المنتجات مثل الألياف الصناعية والكيماويات. يستخدم في إدارة المصانع ووسائل النقل، وتستخرج منه مشتقات مثل السولار والبنزين، وتدخل بعض مشتقاته في العديد من المنتجات مثل الألياف الصناعية والكيماويات. أهم الدول المنتجة: عندي أولى الدول السعودية والعراق. السعودية، العراق، الإمارات والبحرين وليبيا ومصر والجزائر. يبقى البترول أهم الدول العربية المنتجة: السعودية، العراق، الإمارات، البحرين، ليبيا، مصر، الجزائر. أما الغاز الطبيعي: أهمية الغاز الطبيعي: أقل تلوثا للبيئة، رخيص الثمن، سهل النقل. رخيص الثمن، سهل النقل، أقل تلوثا للبيئة. أهم الدول العربية المنتجة: السعودية، الجزائر، مصر، قطر. السعودية، الجزائر، مصر، قطر. أسئلة للتميز. 11. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. يختلف الغاز الطبيعي عن البترول في تأثيره على البيئة، لأن الغاز الطبيعي أقل مصادر الطاقة تأثيرا على البيئة. 2. يتفوق الجناح العربي الآسيوي على الجناح العربي الأفريقي في إنتاج البترول. 3. يستخدم القطن في صناعة الملابس، وهو في ذلك يتشابه مع استخدام أحد مشتقات البترول، لأن أنا عندي بتدخل بعض مشتقات البترول في صناعة الألياف الصناعية. 12. حدد وجه التشابه بين استخدامات خام الكبريت واستخدامات النفط. هقول له حيث يدخل كل منهما في الصناعات الكيميائية. يدخل كل منهما في الصناعات الكيميائية. يبقى يدخل الكبريت والنفط اللي هو البترول في الصناعات الكيميائية. 13. ما تقييمك لمصداقية العبارة التالية موضحا سبب الإجابة؟ يتميز الجناح العربي الإفريقي بتوافر المعادن ومصادر الطاقة الصلبة غير المتجددة مقارنة بالجناح العربي الآسيوي. هقول له العبارة صادقة. العبارة صادقة. طيب ليه؟ هقول له حيث يتوفر في الجناح العربي الإفريقي المعادن مثل الحديد والمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك، وتحتل دولة المغرب الصدارة في إنتاج أغلب هذه المعادن. كما يتوفر أيضا مصادر الطاقة الصلبة غير المتجددة مثل الفحم، وتعد المغرب ومصر والجزائر أهم الدول المنتجة له. يبقى حيث يتوافر بالجناح العربي الإفريقي المعادن مثل الحديد والمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك في دولة المغرب، ويتوافر أيضا مصادر الطاقة الصلبة غير المتجددة مثل الفحم. يبقى يتوافر المعادن مثل الحديد والمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك في دولة المغرب تحتل الصدارة الأولى، وأيضا في مصادر الطاقة الصلبة الغير متجددة
يتوافر بها الفحم، وتعد المغرب ومصر والجزائر أهم الدول المنتجة له. 14. تنتشر بعض محطات توليد الطاقة من الرياح في العالم على طول السواحل. في ضوء العبارة هل تستطيع الدول العربية أن تستفيد من طاقة الرياح ولماذا؟ هقول له نعم، تستطيع الدول العربية الاستفادة من طاقة الرياح. ليه؟ بسبب مسار اتجاه الرياح وازدياد نشاطها على سواحل البحار والمحيطات التي تطل عليها معظم دول الوطن العربي. يبقى بسبب مسار اتجاه الرياح وازدياد نشاطها على سواحل البحار والمحيطات التي تطل عليها معظم دول الوطن العربي. يبقى بسبب مسار اتجاه الرياح وازدياد نشاطها على سواحل البحار والمحيطات التي تطل عليها معظم دول الوطن العربي. نحل بقى امتحان على الدرس الأول. السؤال الأول: ألف، أمامك خريطة الوطن العربي، يكتب ما تدل عليه الأرقام التي عليها. 1. دولة تشتهر بإنتاج النحاس. رقم 1 دولة عمان، يبقى 1 دولة عمان. 2. دولة منتجة للطاقة الكهرومائية. رقم 2 دولة مصر. 3. دولة منتجة للغاز الطبيعي. 3 دولة السعودية. 4. دولة منتجة للفحم. رقم 4 دي دولة الجزائر، يبقى 4 الجزائر. ب. يكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. يعتبر الفحم من مصادر الطاقة غير المتجددة الأقل تلويثا للبيئة. خطأ، لأنه يعتبر الغاز الطبيعي. يبقى يعتبر الغاز الطبيعي هو من مصادر الطاقة غير المتجددة الأقل تلويثا للبيئة، أما الفحم فهو أكثر مصادر الطاقة الغير متجددة تلويثا للبيئة. 2. تعد تونس من الدول المنتجة للفوسفات. ديت صواب، تونس تحتل المرتبة الثانية من الدول المنتجة للفوسفات بعد المغرب. 3. المنجنيز من الصخور الاقتصادية التي تدخل في صناعة الأسمدة. ديت خطأ، لأن الفوسفات من الصخور الاقتصادية التي تدخل في صناعة الأسمدة. 2. ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. 1. أي المعادن الآتية يستخدم في تصنيع الأسلاك الكهربائية؟ طبعا النحاس. 2. يمتلك الوطن العربي 40% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات. يبقى الوطن العربي بيمتلك 40% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، و60% من البترول، و30% من الغاز الطبيعي. 3. الدولة العربية التي تحتل المركز الرابع في إنتاج خام الحديد هي المغرب. أنا عندي الأولى موريتانيا، الثانية الجزائر، الثالثة مصر، الرابعة المغرب. يبقى الأولى موريتانيا، الجزائر، مصر، المغرب. دل الجغرافيان على صحة كل عبارة مما يأتي. 1. للبترول في الوطن العربي أهمية سياسية بجانب أهميته الاقتصادية. هقول له الدليل: حيث استخدمه العرب كوسيلة للضغط على الدول الكبرى المساندة لإسرائيل في حرب أكتوبر 1973، ويعد مصدر رئيسي للدخل في العديد من الدول العربية. يبقى حيث استخدمه العرب في الضغط على الدول الكبرى المساندة لإسرائيل في حرب أكتوبر، بجانب أنه مصدر للدخل في العديد من الدول العربية. يبقى استخدام العرب في الضغط على الدول العربية المساندة لإسرائيل في حرب أكتوبر دي أهمية سياسية، ومصدر للدخل في العديد من الدول العربية أهمية اقتصادية. 2. تمتلك الجزائر ثروة معدنية متنوعة. هقول له: حيث تعد من أهم الدول العربية إنتاجا للحديد والمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك والكبريت. حيث تعد من أهم الدول العربية إنتاجا للحديد والمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك والكبريت. يبقى حيث تعد من أهم الدول العربية إنتاجا للحديد والمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك والكبريت. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل الجزء الثاني من تدريبات الدرس الأول، وأشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.